السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد أكرم من قناة عراقيين كلاش أتاك. هذا الفيديو هو يوضح تحديث السبيلات. مثل عندنا السبيل الأول هو سبيل الصاعقة، وعندنا شوف هذا سبيل الدعم، يعني شلون انه هو عبارة نووي يظل فوق الجنود حتى يقتلهم. يعني مو حتى يقتلهم انا اقول لكم، بس يعني يظل فوقهم لمدة يعني قصيرة، بس يكون اقوى من قبل. لاحظ يعني شلون راح يقتل الهوك ويبقي التنين، يعني التنين هو ماكس، ويبقي يعني يبقي من عنده ربع. ظل وياه شلون ظل وياه السبير، ظل وياه حتى يعني نزل الربع. هذا السبير الأول. أما السبير الثاني يعني على الملوك، لا هو نفس السبير، بس على الملوك يكون ضعف الدمج. يعني بس هم على الملوك يعني أقوياء ليفل 40 راح يكون عليهم أقل. بس لاحظ يعني من راح يخلص هذا السبير راح يظهر على الملكة ظهر على الملكة. هذا السبيل الأول اللي يخص السم، يعني هو عندنا يسموه. اثنين، هذا السبيل اللي يكسر السور، فيكون بالبداية التأثير عليه 25%. لاحظ التأثير بالبداية يكون على التاون هول الماكس أو أي شي، يعني 25% أول ما ينزل. بعدها راح يبدي يتناقص 15 و10 وإلى 5، يعني يتناقص، بس هو ما يكسر السور، لكن يعطيك نتيجة أحسن. هذا السبيل الأول. نيجي على السبيل عفوا هذا السبيل الثاني، راح نيجي على السبيل الثالث. هذا السبيل الزلزال يعني شال ربعها، وبعدها راح ننزل هذا السبيل يكسر السور شال. هذا تحديث السبيلات الجديدة من كلاش اوف كلانس. يعني هو هذا اذا يعني تشوفوه قبل القناة راح راسا ترسل الكلاش الى قناة عراقي، عفوا كلاش اوف كلانس اتاك. هذا الفريز، السبيل فريز، يعني هذا اللي يجمد. كان هو بس للأرضي، يعني الجنود الأرضيين، ما كانوا الهوائيين ما كان يجيهم هم. لا هسه تحديث جديد قام يجي للهوائيين ويجمدهم. هذا كل ما يخص تحديث السبيلات. كان معكم أخوكم محمد أكرم، وهذا الفيديو منقول من الأخ هاشم عامر من قناة عراقيين كلاش اوف كلانس على اليوتيوب. كان معكم محمد أكرم، شكرا جزيلا.